ليش الانسان من يدعي يرفع ايده ويمسح وجهه؟ ايش معنى يمسح وجهه ورا ما يخلص دعاء؟ ليش؟ اكو ناس يعتقدون ويقولون انه الانسان من يرفع ايده ويدعي ايده يصير بيها بركة او يصير بيها نور، فشي يسوي؟ يمسحها بوجهه من باب يعني يستبرك بالدعاء، وما اعرف يعني، والله ما اعرف. واكو ناس تقول ماكو هيج حكي، لازم انه انت من تدعي ما تمسح وجهك، خلاص نزل ايدك. واكو ناس تقول انه النبي صلى الله عليه واله وسلم كان من يكمل الدعاء يمسح وجهه بيده، فلهذا السبب الناس قامت تقلده. شوفوا كل معارك السنة والشيعة من آلاف السنين لحد هاي اللحظة هي على مود هاي الشغلات البسيطة، يعني مشانكم هاي اسباب تعاركون عليها، هاي اسباب ينقسم الدين الاسلامي ويصير مذاهب. صدق تحجون ليش الشيعي يصلي ومنزل ايده؟ ليش السني يصلي وهو متكتف؟ ليش الشيعي يلطم؟ ليش السني يفطر قبلنا؟ يعني سوالف كلها ما لها داعي، يعني تلاحظون ما لها داعي اصلا تخلينا نكون مذهبيين. وهاي الشغلات قامت تتولد كوما شغلات، يعني مثلا اكو سني ما يقدر يتزوج الشيعية، وماكو شيعي يقدر يتزوج سنية، ماكو، يعني هو الاهل ما يرضون، صح ولا لا؟ هسه انت لا من عائلة سنية روح قول لاهلك لا اجى واحد شيعي تطوه، او مثلا انت شيعي روح قول واحد لاهلك لا اجى واحد سني تطوه. هو صح انه هسه ماكو طائفيه، بس بقت هاي الشغلات بداخل كل مذهب، يعني شنو انه ما اقدر اطيل هذا وهذا، بس احنا ماكو داعي نفكر بهاي الطريقه، صح ولا لا؟ بشوف هاي الشغلات البسيطه ولدت كوما شغلات، يعني قاعد تلاحظ شغلات بسيطه ما لها داعي فرقت دين وقسمتها بالنص، دين واحد قطمناه قطم.